السلام عليكم ومرحبا بكم مع بنت الباهية. كانت واحد المتتبعة طلبتني باش ندير لها البريوش، وانا معليا غير نقول لك سمعا وطاعة. انا جيب ريسيبيون ديري نص كاس حليب، نص كاس ما دافي، 3 مغارف تاع السكر، بيان سور يكونوا الماء والحليب يكونوا دافين، نص كاس تاع الزيت مبشور الليمون، مغرف كبيرة تاع خميرة تاع الخبز. نخلط هاد المكونات ونزيد عليهم 2 كيسان تاع الفرينة. نخلط هاد المكونات غاية الغاية ونخليهم يخمروا مدة من 5 دقايق حتى ل10 دقايق، على حساب الحال كما نقولوا كيفاش يكون، اسكو بارد ولا حامي. المهم هنا بعد ما تخمر لي العجينة تاعي، شوفوا كي ولات لي، زدت عليها حبة تاع البيض، مغرف صغيرة تاع لافاني، مغرف صغيرة تاع الفرفارة، يعني خميرة كيميائية. نخلط هاد المكونات، خلطهم غاية الغاية، نخلي هداك البيض ينسجم مع هاديك الخليط تاعنا تاع العجينة كما نقولوا. نزيدو عليها قرصة تاع الملح ونزيد نطمها بالفرينة. هنا درت الكاس الاول تاع الفرينة صافي، هاد الكاس ماشي الاول، هاد الكاس الثالث. الاولى درنا 2 كيسان وخليناها تخمر، وعاودنا هنايا بعد ما تضاعف الحجم تاعها زدنا الكاس الثالث. الكاس الرابع نولي نضيف غير بشوية، هنا نقلع الفوي باش نلمها بيدي. نبدا نلم في العجينه تاعي، نتحصل العجينه تكون طريه. هاد البريوش يجي بزاف خفيف، يجي قطني. هنا راني كملت الكاس الرابع. هنا انا دات لي 4 كيسان، الكاس اللي عبرت به كملت به. هنا نحشنها غير شويه، ندلكها شويه حوالي دقيقتين ولا، ونروح نغطيها ونخليها تخمر لي. هنا قادرة تديلك حتى 4 كيسان وربع ولا، على حسب الفرينة تاعك، باسكو كاين الفرينة اللي تشرب وكاين الفرينة اللي ما تشربش. انا بعد ما اختمرت لي العجينة تاعي، شوفوا عجينة كريشة طرية ورطبة، نقسمها على 10 تاع البوليطاس كما نقولوا، 10 تاع الكويرات، ونروح نبدا نشكل فيها مباشرة. هنا ما نخليها لا تخمر لا والو، هنا نبدا نشكل فيها، وبين الاخرين نغطيهم بكاس ساشي ولا سيلوفان ولا، باش ما تديلش هذيك القشره من الفوقه. هنا ندهن بلون دو طرافاي غير بشويه زيت، ماشي بزاف، ما تكتريش باش ما ديريش الفرينه وتزيد تنشف لك العجينه، باسكو هذا بريوش. وميم طون البريوش يساعدك في الحل تاعه ويجي خفيف. نحل انا لاباط تاعي بهذه الطريقه. هنا انا خيرت نديرلها شوكولا من الداخل، شوكولا اوبتيلا من الداخل. درت حوالي هكا مغرف صغيره، نديرها بهذه الطريقه. كما قادره ما ديريش نتي الشوكولا، يبقى هذا اختياري، ولكن تجي تزيدها بنه على بنه. هنا كي نكون نبلع في البريوش تاعي، نبلعه مليح نزير قد ما نجم، زيري عليه قد ما تنجمي باش يتبلع. بلع بهذه الطريقه فوالا. ومن بعد نقلب البريوش تاعي ويخرج لي بهذه الطريقه. نحطه في البلا اللي كنت دايره لابابي كويسون بيان سور، ولا دهنيه بالزيت ورشيه بالفرينه، يبقى لك الاختيار. اكيد راح نخليه يختمر لي، ما راحش نطيبه مباشره، راح نخليه يختمر. والله هنا زدت معاكم حبه باش تشوفوا الطريقه اللي ما تكونش ما قضبتش في الاولى، تقضب في هذه. قلت لكم هنا ناكد لكم زيروا مليح كي تقفلوا هذوك الجوانب، زيروا قد ما تنجموا باش ما ينفتحوا لكمش في الكوشه. فوالا هذه هي الطريقه. ومن بعد نجيب هذوك الحواشي من ونردهم شويه للوسط. هنا بعد ما اختمر البريوش تاعي، جبت صفار بيض مع شويه تاع الحليب، وقادره ديري شويه تاع النسكافيه ولا القهوه تكون طايبه ولا. دهني البريوش تاعك، من تكوني تدهني فيه حاولي كما نقولوا ما تضغطيش على البريوش تاعك باش ما يخسرلاش الاختمار. هنايا نص درت له لي زاموند افيلي ونص خليته هكا سامبل.
شوفوا كي راه خفيف، كي جا قطن ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، جا روعة. أنا نقول لكم هذا البريوش ما تراطوش. هنا كاين اللي كنت فيه لي زاموند إيفيلي ولا كوكو إيفيلي، درت رشيت عليه شوية سكر غلاس، واللي كان سامبل دهنته بشوية تاع العسل كيما قادرة ديري شوية تاع لاجولي وترشي عليه شوية سكر غلاس. هذا هو البريوش تاعنا. هنا نروحو نوريكم كيفاش جا. هاك صورة وحدها راهي تهدر كيفاش جا البريوش تاعي. جا قطن خفيف. هذه هي الوصفة تاع نهار اليوم.